السلام عليكم جميعا وبشكركم على الدعوة الكريمة دكتور طارق ربيع ودكتور أحمد خلوشة وكل الحضور يعني سعيدة جدا بالتواجد ضمن الموكبة الكبيرة. أنا عايزة بس ما نظلمش مبنى الإذاعة والتلفزيون لأنه إحنا بنشتغل في ظل لا إمكانيات. يعني لو قلت لا إمكانيات فعلا هو الوقت الحقيقي. فإن إحنا نطلع الشغل ده في ظل لا إمكانيات، في ظل إنه الدولة عندها اتجاه تاني على قنوات تانية، على وسائل إعلام تانية بتديها أولوية كتيرة، في ظل إن إحنا مفيش عدالة إن إحنا نحصل على القدرات وإنها تذاع يعني بتتفرج على قنوات تانية. فده بيخلينا نبقى دايما تحت ضغط نحاول نطلع شغل من زي ما قلت في الأول لا إمكانيات، نحاول نبقى موضوعيين، نحاول نطرح المشكلات اللي في الرياضة المصرية. وأنا عن نفسي مهمومة كتير قوي بالقوانين واللوائح. فترة من الفترات يعني دخلت في دورات عشان أبقى موجودة في مركز التصفية والتحكيم الرياضي المصري، وأنا دلوقتي الحمد لله كمان خبير في مركز التصفية والتحكيم. فمهمومة بالقوانين واللوائح المصرية لأن أنا عندي إيمان كبير جدا إنها توصل من العملية الرياضية بشكل كبير. فبحاول من خلال شغلي إن أنا أحط إيدي على النقط دي، خصوصا يعني احنا عندنا مشكلات في التحكيم الرياضي، مشكلات في الاستثمار الرياضي، مشكلات في الجمعيات العموميه وشغلها، وفي الاخر بتحصل حاجات تغير مراكز انديه كثيره ومراكز شباب وغيره، وهي بتبقى في الاخر لتفسير اهواء الشخصيه، يعني مش تفسير مادة محددة في القانون أو اللائحة أو غيره. فدي من الحاجات اللي شغلاني كإعلامية أو كمذيعة. دكتور طارق عايزة حضرتك ما تشغلش بالك قوي بمسألة الدوري الممتاز دلوقتي لأنه جاي أو دوري المحترفين وإن شاء الله تكون موجود قريب، لكن هو اللي لازم يحصل فعلا انه عدد الانديه في الدوري الممتاز تبقى يساوي لعدد الانديه في الدرجه اللي بعدها. فمن هنا حصل الجزء بتاع دوري المحترفين ده. فاكيد علشان احاول ان انا اصلح وضع قعدت عايش عليه سنين طويله مش هقدر اصلحه من يوم وليله. فاكيد في انديه بتنزل دلوقتي مقابل ان الوضع هيتصلح في المستقبل. فإن شاء الله ربنا يسأله فرصة ويبقى موجود في المستقبل في درجة الأعلى إلى إدارات الممتاز. بشكركم جدا على الدقائق اللي أنا سألتها من حضراتكم وكل سنة وأنتم طيبين.